كم مرة سمعت حد بيقولك ما تستخدمش لينكيو أو بلاش تستخدم أي ORM علشان بيموت البرفورمانس، أو بلاش تحط أي abstraction علشان الأوفر هيد اللي بيجي معاه. بص، الكلام ده فيه جزء من الصح، بس المشكلة مش هنا. المشكلة في إن أنت بتشيل كل الكلام ده، بتشيل كل كود اللينكيو اللي أنت كاتبه، بتشيل كل كود ORM اللي أنت كاتبه، بتشيل أي abstraction أنت عامله وتقوم مبدله بمانيوال implementation محترم بكود أنت كاتبه من غير ما تبقى متأكد إن المشكلة أصلا في اللي أنت شلته. مش لازم أي abstraction يبقى معاها overhead مؤذي يموت الأداء بتاع البروجرام بتاعك. مش لازم أي كود سيكوال auto generated من ORM هيبقى طالع badly optimized. الفكرة إن إحنا محتاجين نسمع التحذير اللي قاله دونالد إي كنوث من سنة 1974 إن تحسين الأداء قبل أوانه هو ده أصل كل شر. في overhead حقيقي مع أي abstraction. أي ORM هتستخدمه سواء أوتومابر أو Entity Framework أو لينكيو، أي middleware layer هتحطه أو أي abstraction أنت هتعمله لازم هيكون فيه شوية overhead، لازم هيكون فيه cost لأن فيه processing بيتعمل. بس الفكرة إن إحنا منفعش نشيله من غير ما نكون متأكدين إن الكود اللي بنشيله هو اللي بيجاوب على السؤال ده: هل الكود ده فعلا هو مصدر البطء؟ كنوث قال إن إحنا محتاجين، فيما معناه يعني إن إحنا محتاجين في حوالي 97% من الوقت أو 97% من المرات إن إحنا نطنش أي تحسين أو أي تعديل ممكن يؤدي لفرق طفيف في الأداء، وإن إحنا محتاجين نركز على 3% الباقية اللي هي فعلا لو غيرنا فيها أو فعلا لو بدلناها هيبقى الأداء غير. بس ما ينفعش نشيل كده بالشك، ما ينفعش يكون الكود اللي احنا بنشيله او الكود اللي احنا بنبدله مش متأكدين بنسبة 100% ان هو فعلا البوتل نيك الحقيقي اللي عامل البرفورمانس ايشو عندنا. وبنعرف نقدر نتأكد بكذا طريقة. ممكن تشغل بروفايلر، بتشوف اللوج، بتشوف الاكسكيوشن بلان على الداتابيز، بتشوف ايه انهي ميثود هي اكتر ميثود فعلا بتاخد وقت في الاكسكيوشن، بتشوف ايه اكتر حاجه بتعمل allocation في الميموري او اكتر حاجه بتعمل بلوكينج للثريدز، وساعتها هي دي اللي انت بتغيرها. ما ينفعش انك تشيل abstraction او ان انت تشيل ORM او تشيل layer معينه middleware layer مثلا علشان بس انت شاكك ان هي سبب في الاداء، وفي الاخر حتى لو بدلتها ممكن تديك 1% performance gain او 2% performance gain، بس قصاد ده انت زودت الكومبلكسيتي وزودت المينتينابيلتي هيدك بتاعت الكود 15% زيادة علشان بس تطلع 2% في البرفورمانس. ده طبعا غير الوقت اللي انت ضيعته او الوقت اللي انت استنزفته علشان تعمل المانيوال امبلمنتيشن للحاجة اللي انت شلتها. واول لما تتأكد يا معلم ان المشكلة فعلا في ال ORM او في الطريقة اللي انت كاتب بيها كود ال URM او عامل بيها implementation او utilization للكود بتاع ال ORM، او المشكلة في اللايبراري الفلانية سواء built in او third party، او المشكلة في abstraction معين او في middleware layer معينة، ساعتها انصفه وما تبصش وراك، لانك هتكون فعلا باني الديسيجن بتاعك او باني القرار بتاعك على قياسات واضحة وصحيحة ودقيقة، وبالتالي بتبرر الانفست في التايم او بتبرر الوقت اللي انت هتستغله في تبديل الحاجة دي، لانها فعلا لما تبدلها هتطلع الاداء درجة كبيرة قدام. وافتكر دايما ان انت ما تروحش للاوبتمايزيشن وخلي الاوبتمايزيشن هو اللي يناديه. وانا عادل مصطفى واشوفك قريب.